انا جايب من مشتري الشارع 1,600,000 وانتوا ضيعتوا العلبه والشهاده. بيتلكك بيتلكك. بس كده تبقى خسرانه يا رضا. ما هو بعد ايجار العربيات والمصاريف الخساره داخله في اكتر من 2 مليون، مين هيشيل كل ده؟ واتفاق ولا المكسب زي الخساره، التلت والتلتين. عمرنا ما اتفقنا نكسب الخساره. اتفقنا الوقت. انا قصرت معاكم في حاجه يا رضا؟ وانا قصرت معاك في حاجه يا رؤوف؟ انتوا ضيعتوا العلبه والشهاده. انت كنت مأمني على العلبه والشهاده؟ احنا كلامنا كان على عقد. طب لكم ايه بقى من الاخر؟ انا معيش فلوس. معناته ايه الكلام ده؟ انا فتحت بقي لما لقيت المكسب واشتريت فلوس المزوره من عباس. ما هي خطتكم تنفذكم. وعلى العموم خلاص، شوفوا التلت ده يعمل كام وخدوه من العمليه الجديده. كده يبقى عداني العين. رضا ما كانش قدامه حل تاني يا باشا. عباس كان لازم ياخد فلوسه كلها وفي ميعاد، ومن بعد ما افتكروا نفسهم ووصلوا وخلاص هيفتحوا الاجنس بتاعهم يا باشا، رجعوا تاني لنقطة الصفر لحد ما ظهر لهم رؤوف حمزاوي تاني يا باشا بعملية جديدة، عملية اكبر من كل اللي فات.